كان ورد في بعض الصحف اليوم انه والله كان مطالبات الكابتن راشد الرهيب مبالغ مالية حددت وسيارات وما الى ذلك. مدى صحة ما ذكر في بعض وسائل الاعلام؟ حقيقة أنا ما قرأت يعني، ولكن أقول لك بكل هذا إحنا لم نتطرق حتى الآن مع نادي الاتحاد بالنسبة للموضوع راشد، بالنسبة للوضع وضع المادي أو العائد المادي لراشد. إحنا إلى اليوم لم نتطرق مع أحد من نادي الاتحاد في هذا الموضوع. هذا الموضوع في حالة زيارتهم، في حالة الرغبة في هذا الموضوع، ونجلس مع بعض إن شاء الله ونتطرق لكل التفاصيل. لكن إلى الآن لم يتطرق نادي الاتحاد إلى نادي الاتفاق لهذا الموضوع بتاتا. بالنسبة للكابتن يحيى الشيخي، هل تم مفاوضة نادي الاتحاد أحد أعضاء شرف نادي الاتحاد في خصوص الاتفاق على اللاعب؟ لا ما كان في نقاش في هذا الموضوع يعني مع أي نادي من الأندية. كان كله كلام الموسم الماضي أعتقد لما بداية الموسم ضرب اللاعب بشكل ملفت للنظر، يعني دار حديث كثير يعني في المنتديات وفي الصحف، حتى من خلال اتصالات مع بعض يعني مسؤولين في بعض الأندية. الكل يعني أبدى رغبته في حصوله على اللاعب، ولكن يعني سياسة نادي الاتفاق طبعا في موضوع الشباب الصاعدي طبعا هم يخضعوا أكبر فترة ممكنة لناديهم، وبعد ذلك طبعا لكل حديث يعني اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه لمدة 5 سنوات، فمضى سنة باقي 4 سنوات. 4 سنوات لا نعلم ايش ممكن يحصل في هذه ال4 سنوات. اللاعب صغير بالسن، احنا نرى انه يحتاج الى خبرة اكثر، يحتاج انه يمارس كرة القدم في نادي بشكل كبير، ويحتاج الى انه ينضج يعني من ناحية سنية ومن ناحية فنية من كل النواحي. يعني لابد انه يصل الى مرحلة النضوج، لانه التعاطي مع الاحتراف والانتقال الى نادي اخر ومدينة اخرى ووضع اخر، طبعا هذا يحتاج الى عقلية يعني تتعاطى مع هذا الوضع الجديد بشكل جيد. لاعب لازم صغير بالسن وأمامه مستقبل كبير، لا نستعجل عليه من الآن. كنا حتى نتمنى أنه لا ينظر لنا على أنه نجم كبير ويلتحق بمنتخباتنا الوطنية من الآن. كنا لنا رغبة بحقيقة، كلنا أمل بأن اللاعب يجب أن يبذل مجهود كبير خلال الموسم أو موسمين على أقل تقدير، وبالتالي تكون مكافأة البروز موسمين أو أكثر هو الالتحاق بمنتخباتنا الوطنية، على أساس يكون يعني فعلا لاعب يعني يتمتع يعني بالثقافة الرياضية الاحترافية اللي تعطيه الفرصة للانتقال في المستقبل أو البقاء مع نادي والتجديد مع نادي وخدمة منتخبنا الوطني وهو الأهم. أستاذ عدنان، وخلال تعاملكم مع الإدارة الاتحادية في أكثر مسابقة بين نادي الاتحاد ونادي الاتفاق، هل تلمس نفس الجدية في مفاوضاتهم الحالية لتمديد إعارة الكابتن راشد الرهيب؟ والله الجدية موجودة أكيد، طبعا الأسلوب اختلف تماما، يعني الأسلوب اختلف. أنا أقول لك بكل أمانة يعني في السابق أنا أتصور أنه كان الموضوع لا يتجاوز الأيام المحدودة. يعني الفترة الحالية أنا أعتقد أنه فيه ربما يكون في ظروف إدارية معينة في نادي الاتحاد عاقت الموضوع يعني انهاء هذا الصفقة أو الحديث فيها بشكل أو بوقت مبكر. يعني من المصلحة إنه هذا الموضوع بوقت مبكر يحسن، يعني لا ننتظر حتى الآن ونتناقش في هذا الموضوع. الأندية الآن كلها ترتب أمورها، يعني ربما يعني حضر مدرب الآن جديد أو أو نفس المدرب وأشار ببقاء اللاعب مع ناديه وإنه يحتاجه، وبالتالي طبعا حيكون في يعني وضع، يعني حيكون إدارة النادي حتكون في وضع صعب جدا، يعني في موضوع النقاش في موضوع التفريط عن من اللاعب، يعني اللاعب يعني مدة موسم أو حتى انتقال اللاعب. كان ودنا حقيقة إذا كان الرغبة هذه موجودة أنه هذا الموضوع ينتهي فترة يعني مبكرة شوي، لكن طبعا الإخوان لهم طبعا ظروفهم، وإحنا نحترم هذه الظروف، نحترم هذا الوضع اللي هم فيه الآن، ولكن أعتقد أنهم جادين الآن في هذا الموضوع. وإحنا حسب ما بلغنا من الإخوان بأنه خلال هذا الأسبوع حيكون في زيارة لبعض الإخوان من الاتحاد إلى الدمام، ونعمل إن شاء الله خلال هذه الزيارة أنه تتضح الرؤية بشكل واضح. أنت بتقول إنه تغير الوضع في المفاوضات يعني عن الأول السابق، هل تقصد في عهد يعني الشيخ منصور البلوي؟ وهل كانت هناك احترافية وكان في التعامل بين الشيخ منصور وبين إدارة الاتفاق؟ ما في شك طبعا. شوف يعني بس عامل له أسلوبه الخاص، يعني له أسلوبه الخاص مختلف تماما يعني عن باقي الإدارات الأندية بشكل عام، سواء
سواء الإدارة الاتحادية الجزء واحدة كلها كل احترام وتقدير، أو حتى يعني الإدارات الأخرى في الأندية الأخرى. يعني الرجل يحكم الموضوع بشكل سريع، وهذا طبعا يعني ميزة كان في دفاعنا بشكل كبير. يعني كان هو من يقود هذه المفاوضات وكان يحسمها بشكل سريع. الوضع طبعا كل رئيس نادي له وضع يعني له خصوصية معينة وله أسلوب معين في التعاطي مع الأمور هذه. في موضوع النصر احنا يعني حقيقة بكل أنا أقول لك يعني إنه هذا الموضوع ما استمر أكثر من 24 ساعة. لهم رغبة في الحصول على اللاعب، انتهى الموضوع. يجب أن تعلن هذه الرغبة، ويجب أن يتم النقاش مع نادي الاتفاق يعني بكل شفافية وننتهي بشكل سريع. يعني الأمور يعني ما تأخذ يعني لما تطرح بالإعلان بشكل كبير فترات طويلة، وتطرح في منتديات وفي نقاشات من خلال الهاتف، وبعد كده نستمر يعني يمر الوقت بشكل طويل، ونكون احنا يعني ممكن تتغير الأمور تتغير. ممكن تكون عندك مصدر تمويل، ممكن يكون عندك عقد رعاية سريع، ممكن يكون عندك فزعة شرفية في موضوع تمويل النادي. ممكن هذه طبعا أكيد إنه حتحد من قدرتك على التفاوض في موضوع إعارة لاعب أو انتقال لاعب. يعني أنت تعير لاعب لأن وضعك المادي ما هو جيد، لكن لو تحسن وضعك المادي في عقد رعاية مثلا أكيد إنه ما راح يكون عندك احتمال على اللاعب. أستاذ عدنان، من يقود المفاوضات حاليا من الجانب الاتحادي؟ والله يعني هو شخصيات طبعا ما ود إنه نصرح طبعا باسمه، لكن هو يعني شخصية رسمية في إدارة النادي، وهي من تتصل، وحسب ما يعني ما حصل بينه وبين نقاش اليوم إنه إن شاء الله هو جاي خلال اليوم بإذن الله مع بعض الأخبار في الإدارة. فنعمل إن شاء الله متى ما وصل إن شاء الله إلى الآن. معلوماتي أستاذ عدنان تقول إنه قد يكون المهندس فراس التركي، ماذا صحة هذه المعلومة من عدمها؟ والله ما أعرف حقيقة. هم يعني هذا الموضوع عند الخاص هذا الاتحاد، يعني إحنا ما بنقدر نحدد يعني مستوى المسؤول اللي بيجي. يعني ممكن يكون شرفي، ممكن يكون عضو مجلس الإدارة، من يملك القرار، فما يحييه بالوقت يعني سواء من الإدارة أو من أعضاء الشرف. طيب أستاذ عدنان، في يوم الرئاسة الشيخ منصور وضعنا المجموعات المفاوضات بين إدارة الاتحاد بخصوص انتقال الكابتن صالح بشير، ما مدى صحة هذا الكلام؟ يعني هو الموسم الماضي حسب ما أعرف إنه كانت في رغبة من مدرب كالديرون تقريبا أو بوكر الأرجنتيني في الحصول على لاعب محلي في خانة المهاجم، وأعتقد إنه هذه الرغبة كانت موجودة قبل التعاقد مع رياية، قبل التعاقد مع اللاعب الجزائري. كانت في رغبة بالحصول على لاعب مهاجم محلي للآسيوي، البطولة الآسيوية. وحصل نقاش بينه وبين الشباب الاتحاد على موضوع إعارة صالح بشير لمدة 6 شهور، بس يمكن التعاقد مع زياية بشكل سريع، يعني يمكن يعني قلل الرغبة في انتقال راشد، وجاء الموضوع في ساعة. يعني ما كان في تفاوض، كان في وجهة نظر فقط. لو احنا يعني كان لنا رغبة في الحصول على راشد، عندكم رغبة تنازل عنه لمدة 6 شهور. هذا كان بداية النقاش، وانتهى النقاش عند هذه النقطة.